ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. معاكم مروه من قناه يوميات سعد ومروه. هنعمل مع بعض النهارده طريقه سهله وبسيطه للمكرونه بالبشاميل، هتعجبكم ان شاء الله. بس يا ريت في الاول ما تنسوش تضغطوا على الزرار اللي تحت مكتوب عليه اشتراك، وتفعلوا زر الجرس اللي جنبه علشان يوصلكم كل جديد. تفعلوها على كلمه الكل، وتعملوا لنا لايك وكومنت حلو علشان كل وصفاتنا اللي بننزلها توصل لكم، لان الريتش بتاع القناه بتاعي واقع خالص اليومين دول. والحقيقه قعدت بكسر اصور فيديوهات كتير، لان يعني ما بلاقيش قدامها مقابل المشاهدات. فيا ريت تدعموني باللايك والاشتراك وشجعوني كده عشان اكمل في تقديم الوصفات بتاعتي. هنعمل النهارده المكرونه بالبشاميل بطريقه سهله وبسيطه. يلا بينا نشوف المكونات والمقادير اللي معانا. يلا بينا نشوف الطريقه ازاي والمكونات والمقادير اللي معانا، ويلا بينا على الوصفه. هنا انا بحمر البصل، عايزاه يحمر عشان قبل ما احط الفلفل. انا مقطعه فلفل الوان احمر واصفر واخضر. هنا يا دوب بس اللون بتاع البصل هيتغير وننزل عليه بالفلفل. في نفس الوقت برضه انا مقطعه فرمه فصين توم، لان اللحمه المفرومه مع التوم بيبقى طعمها حلو جدا. في نفس الوقت انا مولعه على المكرونه تتسلق، الميه بتاع المكرونه يعني تسخن. هنا خلاص البصلتين اللي كنت مقطعاهم وتحمرهم، هنزل بقرنين الفلفل ياخدوا بس تشويحه كده برضه، وانزل عليهم بفص الثوم كل ده قبل ما انزل اللحمه. هنا كده هنزل بفص الثوم، مجرد ما ريحه الثوم تطلع هنزل باللحمه. انا عامله هنا قرنين فلفل، وعامله 4-5 فصوص ثوم فرماهم، وبصلتين على ربع كيلو اللحمه. تقدري بقى تعملي الكميه اللي تناسبك انت، تناسب عدد افراد عيلتك يعني. هنا انا هنزل بربع كيلو اللحمه، وهقلب برضو لحد ما اللحمه لونها يتغير. مش هحط الملح غير لما اللحمه لونها يتغير. هجهز هنا معايا برضو معلقه صلصه. الصلصه دي اختياري، بس لو انت تقدري تحطيها حطيها، لانها بتفرق في اللون وفي الطعم جدا. وهجهز برضو نص مج بتاع الشاي كده ميه، علشان انا بحب اللحمه تبقى مستويه كده في نقطه ميه عشان تبقى اللحمه جوسي. في نفس الوقت كده الميه غلت بتاعه المكرونه، بقى هنزل المكرونه فيها. انا بعمل ربع كيلو اللحمه ده على كيس مكرونه حوالي اللي هو نص كيلو. لو جاي قليل زي النهارده كده بكمل عليه من كيس تاني عادي، المهم يبقى حوالي نص كيلو مكرونه على كيلو لبن. اللحمه والمكرونه الكميه اللي قلت لكم عليها دي بتاخد كيلو لبن في البشاميل. تقدري تزودي برضو لو انت عايزه كميه البشاميل اكتر، تزودي اللبن عادي، او لو ما عندكيش زودي ميه مكرونه زي ما انا هزود النهارده كده. كان نجيب ميه مكرونه النهارده كده علشان انا ما عنديش لبن بزياده، انا عندي كيلو بس. جبت هنا معلقه صلصه، يا اما معلقه من اللي بتبقى في العلب برطمانات، يا اما معلقه. دي معلقه كانت باقيه عندي من وانا بعمل صلصه الطبيخ، كنت بعمل لوبيا واتبقى منها يعني فيها الثوم بتاعها وفيها البصل بتاعها. فهحطها كده. معلقه الصلصه ده هتفرق جامد في الطعم وفي اللون. سيبها تفك مع اللحمه كده براحتها، واحط بقى دلوقتي البهارات. هجيب البهارات. هنا انا بسلق المكرونه وهي لسه حطاها، حتى ما لقيتش مكرونه من اللي هي الاقلام ده زودها، حطيت مكرونه من اللي هي العاديه، مش هتفرق يعني. وممكن تعمليها كلها من اللي هي المكرونه العاديه بتاعه الصلصه دي عادي. كنت حاسه ان المكرونه جايه قليله المره دي، وانا كنت عايزه اعملها نص كيلو، فزودتها المكرونه الصغيره دي. هسيبها تستوي بقى براحتها وارجع لها. معايا الكوبايه الصغيره دي، كوبايه صغيره من بتاع القهوه، يعني بتعين نص المج بتاع الشاي بالظبط. هحطها، نحط البهارات بقى مع بعض. متخافوش الميه مش كتيره، انا هفضل سايبه اللحمه فيها لحد ما تشربها كلها. تشربها ويفضل فيها حاجه بسيطه خالص يعني. بحب المكرونه اللحمه بتاعه المكرونه دي تبقى جوسي، فلازم اضيف لها يا اما كرنيب شوربه لو انا عندي شوربه، يا اما نص كوبايه الميه الصغيره دي. هسيبها بقى تستوي فيها براحتها. احط لها بس البهارات الاول معاكم، بعد كده اسيبها تستوي براحتها. شايفين لما اتقلبت اصلا اللحمه يعتبر شربت الميه اهي.
هسيبها بس على نار هاديه جدا جدا جدا، وهغطي عليها عشان تكمل سواها. هحط هنا معلقه صغيره من نص معلقه صغيره من الملح. الملح ده مبهر عليه بكل البهارات، يعني ملح وفلفل اسمر وشطه وكمون وبهارات لحم، كل ده يعني بعمل الخلطه دي اسمها بسميها الدقه او اسمها الدقه. هحط منها كده، وكمان شويه برضو هشوف انا هحتاج ملح تاني ولا لا، ما برضاش اكتر الملح في الاول كده على طول. هحط هنا كمان فلفل اسمر رشه صغيره برضو، اقل من نص المعلقه الصغيره. ورشه بهارات لحمه رشه صغيره برضو اهي. انا بحط البهارات اللي انا عايزاها كلها في قلب اللحمه، بس ما بطعمش يعني ما بحطش بهارات في هنا 7 بهارات، ربع معلقه صغيره. انا بطعم اللحمه بكل البهارات اللي انا عايزاها، بس ما بحطش بهارات في البشاميل اكتر من الملح والفلفل الاسمر بس. حط ذره صغيره خالص قرفه، اللي مش عايز يحط القرفه ما يحطهاش، بس انا بحب احط القرفه في الفراخ وفي اللحمه، يعني مش الفراخ بس. هجيب رشه شطه كده، هحط رشه شطه صغيره جدا اقل من ربع المعلقه، لان احنا ما بنحبش الاكل حر قد كده، بس بنحب فيه اللسعه بتاعه الحراره البسيطه دي. واحط برده رشه جنزبيل صغيره جدا 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 اهي، يعني حته بين صوابعك بس صغيره كده. ما بحبش اكتر الجنزبيل في اللحمه المفرومه. بس هقلب كله مع بعضه بقى كده. شايفين الميه كلها اتشربت اصلا اهي، ما عادش فيها اي حاجه، ما عادش فيها اي ميه، بس هي كده اصلا يعتبر استوت، لان هي اللحمه المفرومه ما بتاخدش وقت، يعني هي كده خلاص دخلت على سوا، هتستوي بقى مع البشاميل نفسه. انا لسه ما فتحتش خطوه البشاميل خالص، لسه ما عملتهاش. انا كمان لما بعمل البشاميل بحط هنا كرنيب برضو بشاميل. لو عندك جبنه موتزاريلا، جبنه رومي، اي جبن من الحاجات دي يعني بحطها برضو، بحط منها على اللحم وبحط منها على البشاميل. اي نوع جبنه كريمي بتحط منه على البشاميل بيبقى طعمه جميل جدا. عندك وش لبن، عندك قشطه من اللي بتشتريها من بره، عندك جبنه موتزاريلا، جبنه رومي، جبنه شيدر، انواع الجبن دي كلها بتخلي البشاميل جميله جدا. والجبن ده عندي بحط منها هنا كمان، يعني على البشاميل وعلى اللحم، بس الحمد لله ما فيش عندي منها خالص دلوقتي، لا الجبنه غليت والواحد ما عادش عارف يجيبها اساسا. بس هطفي على دي بقى خلاص كده خلاص، وهغطي عليها لحد ما اعمل ايه معاكم البشاميل. المكرونه خلاص كده انا صفيتها، انا ما بغسلش المكرونه بتاعه البشاميل. زي ما قلت لكم انا حاطه نوعين مكرونه، لان المكرونه الاقلام اللي عندي مكفتش. هغطي عليها بقى يعني وهسيبها في جنب كده لما نبدا مع بعض البشاميل. وزي ما قلت لكم انا هحتاج منها هنا كرنب او كرنبين ميه بتاعه المكرونه، فاشتلتهم في جنب. المكرونه انا ما غسلتهاش، باكد ان انا ما غسلتهاش، لان احنا بنحتاج ان المكرونه تبقى ماسكه في بعضها ولازقه في بعضها كده، فبنحتاج النشا بتاعها. هنبدا مع بعض بقى البشاميل. انا بحط على الكيلو اللبن او على الربع اللحمه المفروم بحط 3 معالق، المفروض يتحط 3 معالق دقيق. انا بعمل 4 معالق، وباخد كرنب او كرنبين ميه بتاعه سلق المكرونه زي ما قلت لكم، احنا بنحب البشاميل زياده شويه. المفروض ان انتوا تحطوا السمنه زي الدقيق بالظبط، عشان انت حاطه كام معلقه دقيق تحط زيها سمنه. بس انا بقلل في السمنه شويه، لان اصلا البشاميل بيبقى تقيل، فانا بخفف في السمنه شويه كمان. يعني لما بحط 4 معالق سمنه بحط مثلا معلقتين، اما بحط 4 معالق دقيق بحط معلقتين سمنه. السمنه دي متمسكه في المعلقه او مش راضيه تسيبها، مش عارفه ليه. فما بحط 3 معالق بحط معلقتين سمنه، بحط 4 معالق بحط 3 معالق سمنه. فانا دلوقتي حاطه 4 معالق، فهحط من حوالي من معلقتين ونص ل3 معالق، بس المعلقه بس دي تنزل واحنا هنجيب غيرها. فاهمين قصدي؟ بس عايزينها تبقى سمينه او دسمه، او حطوا 4 قصاد 4 او 3 قصاد 3 زي ما تحطوا يعني. اهم حاجه وانتوا بتحمروا الدقيق ما تخلوش يغمق، يعني احنا عايزينه بس ان هو اللون بتاعه يبقى خفيف، ما تخلوش ياخد لون قوي علشان ما يخليش البشاميل غامق. وانت بس بتحمريه، بتقلبيه في السمنه كده ان هو يطلع الرطوبه بتاعته.
ما بتحمروش ان هو ياخد لون بني ولا يصفر او ولا كلام من ده. هنا خلاص التلات معالق سمنه، هنزل عليهم هنا بالاربع معالق دقيق، نخليهم ياخدوا بس ايه ان الرطوبه بتاعته تطلع منه. انا ماسكه طبعا اللبن لازم يكون دافي معاكي، انت بتحمصيه كده على نار هاديه جدا عشان ما يتحرقش معاكي، مجرد بس احنا عايزين الرطوبه تطلع منه. تقدري تزودي حبه سمنه في المرحله دي لو انت عايزه السمنه تبقى ازيد من كده شويه، بس انا بحبه يبقى كده علشان السمنه ما تبقاش كتيره في البشاميل. اهم حاجه تطلعي الرطوبه من، انا مش هفصل في الحته دي خالص علشان برضو اللي لسه ما بيعرفش يعمل بشاميل يعمل. لو انت حطيت البشاميل اللبن بتاعه سخن هيتكتل منك وهيمسك وهيكلكع، ولازم تخلي اللبن يا اما تغليه وتسيبيه يبرد براحته، يا اما لو ما لحقتيش تغليه زي كده تسيبيه من غير غليان. هو كده كده هيسخن وهو في البشاميل، يعني هو بيتعمل بشاميل كده كده هيسخن، فاهمين قصدي؟ ولو لا قدر الله البشاميل اتكتل منكم ممكن تعملوا تضربوه في الخلاط هيفك وبعدين تصفوه، بس ان شاء الله هو مش هيتكتل. وهتشوفوا دلوقتي احنا بنعمل ايه علشان ما يتكتلش. تبداي تقلبي كده لحد ما تحسي بريحه الدقيق طلعت. الدقيق ما خدش لون ولا حاجه، السمنه هي اللي كان لونها اصفر اساسا. فانت تاخدي بالك من الحته دي برضه، يعني ما تفكريش ان اللون بتاعه كده متغير فتطفي عليه من غير ما الرطوبه بتاعته، لا خليكي لحد ما تبداي تشمي الريحه بتاعته زي اللي متحمص كده. كل ده على نار هاديه عشان ما يتلطعش منك، عشان لو اتحرق منك او حاجه منه اتحرقت هيمرر في البشاميل وهيدي لون غامق قوي في البشاميل. انا مش راضيه افصل في المرحله دي عشان تشوف الدقيق كان عامل ازاي وصل لفين. اللي بيحط بقى ان السمنه قد الدقيق او يمكن يكون اكتر من الدقيق كمان بمعلقه ولا حاجه، بيبقى الخليط ده سايب قوي كده، بيبقى بيقلبوا فيه كده سايب، مش زي كده تدعكيه بارضيه المعلقه علشان يفك. بس صدقوني الطريقه دي جميله جدا، تحسي ان البشاميل ما بيبقاش سمين ودسم قوي عليكي او على اولادك وهما بياكلوه. وبعدين في ناس بيعملوا بشاميل بيبقى السمنه بتاعته كتير سواء في اللحمه او في البشاميل، تحسي اصلا وانت بتقطعي القطعه بتاع البشاميل كده تحسي ان هي بتنزل سمنه زياده كتير كده، سواء من عشان اللحمه او البتاع او اللي انت حاطاه في البشاميل. خلاص هو كده ريحته طلعت اهو بقى حلو. هنزل عليه بقى دلوقتي، هشيل المعلقه دي بقى وانزل باللبن وهو بارد. بس هبعد لازم تبعدي البشاميل. لا لازم في المرحله دي قربي جوه شويه نار، لازم في المرحله دي واحده واحده، حد يحط عليكي كده عشان تبقي متحكمه في الحله وانت بتقلبي عشان ما يكلكعش منك. ولازم تبقى حاطه المرحله دي بعيده عن النار، تكون حاطه الحله حطيها نغمه بعيده عن النار. استني حط شويه بشويه كده، ان حطيتيه كل مره واحده ما تحطيش الا ما اقول الدقيق هيكلكع منك. ولو حطيتي سنه بسنه كده وانت مش متحكمه في التقليب كده برده هيكلكع منك. في المرحله دي لازم تفك كل الدقيق كله لحد ما تحسي ان ما عادش فيه دقيق خالص، ما تحطيش الا ما اقول لك يا بطه. انا بعمل الفيديوهات دي بالتفصيل لان انا يعني انا اعتبر سايباها برضو لمنغل بنتي على اليوتيوب علشان
لو حاجه وقفت عليها لا قدر الله وانا مش موجوده برضو، محدش ضامن عمره، يبقى هي برضو بدل ما تدور وتسال يبقى هي حاجتها اللي هي متعوده عليها واكلها اللي هي متعوده عليه موجود برضو على اليوتيوب. فعشان كده انا بقول كل حاجه كبيره وصغيره، وما بحبش ابخل بالمعلومه في الفيديو. عشان كده يعني بعمل ضميري بزياده قوي كمان، ان انا نسيب بعتبر دي حاجه برضو لبنتي. حطي يا نعم، قربي بالحله جوه شويه بس، حطي على طول كل مره واحده. يعني بحاول بقدر الامكان كده في بعض الاوقات بدخل نغم معايا المطبخ بتساعدني في حاجه كده او كده برضه، عشان برضه تبقى هي عارفه الحاجه، محدش ضامن عمره. ربنا يخليكم لاولادكم يا رب، ويخلي لنا اولادنا ونفرح بيهم. كده خلاص الدقيق كله فك خالص وما فيش اي تكتلات ولا في اي حاجه. انا هرجع بها بقى على النار، وايدك فيها ما تسيبهاش، يعني ما تسيبهاش وتروحي تعملي شغلانه، لا ايدك فيها. خلاص كده انا رجعتها على النار. هحط بقى دلوقتي الملح والفلفل الاسمر، رشه صغيره كده من الفلفل الاسمر عشان ما يسودش البشاميل. لو عندك فلفل ابيض ممكن تحطه عشان ما يبقاش باين في البشاميل، بس انا ما بحبش الفلفل الابيض وما هوش موجود عندي اصلا، ما بجيبهوش. الملح برضو زي ما انتوا عايزين. حطوا هنا برضو مكعب مرق الدجاج. في المرحله دي بقى لو انت عندك قشطه ممكن تحطيها، جبنه موتزاريلا بتحطها في الاخر خالص. قلب كده عشان مرقه الدجاج تفك. عندك جبنه المثلثات تقدري تحطي، عندك جبنه كيري، عندك اي نوع جبنه من اللي هي الكريميه دي تقدري تحطي منها. شايفين هنا الفلفل الاسمر ظهر فوق ازاي؟ عشان كده كنت بقول لكم ما تكتروش، ولو عندكم فلفل ابيض تقدروا تحطوه، بس انا ما بفرقش معايا، انا مهم الطعم يعجبني وخلاص. في الوقت ده احط معلقتين جبنه كريمي عشان تدوب، او وش لبن او قشطه، اي حاجه من الحاجات دي. كل الاضافات دي بتخلي طعم البشاميل حلو. وممكن ما تعملهاش برضو لو مش موجوده عندك عادي، ممكن ما تحطهاش، بس لو عندك وامكن تقدري تحطيها. هنا البشاميل بدأ يتقل اهو. هنا البشاميل بدأ يتقل اهو. طالما بدأ يتقل كده ايدك تفضل فيه على طول بقى عشان ما يكلكعش، لحد ما تحصلي على القوام اللي يناسبك. يعني لو البشاميل خف منك تقدري تحطي معلقه دقيق وتقلبي لحد ما التقل بتاعه يظبط معاكي. المعلقه كده على طول من الكيس، يعني مش ما تحمصهاش تاني، عادي طعمها ما بيبانش. وفي ناس بيعملوه اصلا على البارد، هقول لكم طريقته برده على البارد دلوقتي من غير تحميص دقيق ولا اي حاجه، بس انا بحب الطريقه دي، يعني الطريقه دي انا بحبها وولادي بيحبوها. ولو البشاميل تقل منك تقدري تزودي بقى لبن لو عندك، ويكون بارد، لازم يكون بارد. او ميه سلق مكرونه. سلق المكرونه انت كبتيها خلاص، او بتعملي بشاميل لحاجه تانية زي الكوسه او اي حاجه تانية غير المكرونه، تقدري تزودي ميه بقى من الحنفيه عادي، بس انا بقول ميه بتاعه المكرونه علشان النشا بتاعها يساعده ان هو يمسك اكتر بقى. زي ما انتم شايفين كده. طول ما انت بتقلبي طول ما هو بيتقل. شايفين التقل بتاعه لسه ما يساب كمان هيتقل عن كده شويه. انا هزود بقى كرنيب الميه دلوقتي بتاع المكرونه، علشان هو كده كده لسه هيتركن شويه، لسه بدري على ما نحط الاكل يعني على بعضه. على ما اغسل المواعين بقى وكده وكلام من ده، افضي المطبخ حواليا، بعد كده بقى نطبق المكرونه مع بعض. هزود بس كرنيب شوربه دلوقتي. لو عندك، نسيت اقول لكم، لو عندكم شوربه ممكن تحطوا بقى طعمها خطير فيها كمان. هزود الكرنبين اللي انا عايزاهم. وخلي بالكم برضو لان المكرونه بيبقى مسلوقه بميه فيها ملح، يعني كل الحاجات دي تبقوا واخدين بالكم منها عشان البشاميل ما يحدقش منكم.
نسيت اقول لكم الطريقه اللي هي على البارد، ان انت بتحط الدقيق وبتحط اللبن وتقلبهم في بعض لحد ما يدوبهم، وبتحط الملح والبهارات والحاجات بتاعتك كلها عليهم لحد ما يدوبوا، وبعدين تحطهم على النار بس ان هم يربطوا كده، وتضيف الاضافات بتاعتك بقى الجبن والحاجات بتاعتك دي على النار. هتسيبي بس لما يفقوا من حواليك كده، يعمل فقاقيع دي كده زي المهلبيه، وبعد كده هتقفلي عليه. شايفين التقل بتاعه مش تقيل ومش خفيف، انا بحبه كده. اللي عايزه تخليه تقيل عن كده ما تزوديش كرنيب الشرب او الميه، عايزاه خفيف عن كده زودي. حاجه دي في ايدك انت او حسب ما بتحبي بقى. هقفل عليه، ولما اجي اعمل المكرونه على بعضها بقى هحط كرنيب الاول من ده على اللحمه قبل ما اقفل عليه. هحط هنا دلوقتي كرنيب، شايفين التقل بتاعه لسه برضو ما يستاب شويه كمان عن كده هيتقل. هحط هنا كرنيب على اللحمه عشان تبقى جوسي كده، انا ما بكترش اكتر من كرنيب. زي ما قلت لكم لو عندكم اي جبن حطوا منها برضو على اللحمه، بتدي طعم خطير قوي في اللحمه. زي ما انتم شايفين هحط برضو على المكرونه دلوقتي نص كميه البشاميل دي، واسيب النص التاني يتحط على الوش. انا بحب اللحمه بتاعه المكرونه تبقى جوسي كده. لو بعملها في الجلاش ما بحطش عليها اصلا شويه الميه اللي بتستوى فيهم في الاول دي، يا اما لو حطيت بسيبها تشربها خالص، ما بخليهاش جوسي كده يعني، عشان الجلاش هيعجن. انما مكرونه بالبشاميل بتبقى عايزه كل حاجه يعني ايه، بتاخد وتدي مع بعض كده. هنا المكرونه احط عليها نص كميه البشاميل، يعني هسيب الكميه بتاعه الوش بس. لو اللحمه عندك بزياده تقدري تقلبي فيها شويه لحمه برضو بتبقى احسن، بس انا بحب اللحمه طالما اللحمه على القد بحبها تبقى في النص بس، ما بحبش اقلب فيها حاجه كده. خلاص كده يعتبر نص كميه البشاميل. هقلبها بقى المكرونه عشان معموله من شويه فمسكت في بعضها، ده عشان بقول لكم ما تغسلوهاش كده، النشا بتاعها مسكها في بعضها. احنا بنبقى عايزينها كده بقى في البشاميل بس كده. هقلب المكرونه بقى وارجع لكم احنا بنحط المكونات على بعض. انا حطيت هنا اول طبقه، قسمت المكرونه نصين واخدت منها نص وحطيته تحت. احط بقى دلوقتي اللحمه. هنا حطيت بقى اللحمه، هنزل بالنص التاني من المكرونه. شايفين اللون بتاع اللحمه؟ اللون ده من معلقه الصلصه اللي انا قلت لكم عليها، يعني لو انتوا مش حاطينها مش هيبقى اللون بتاع اللحمه محمر كده. كده حطيت الطبقه التانية وسويت الوش مظبوط خالص اهو. هننزل بقى بطبقه البشاميل. انا عايزه اوريكم بس البشاميل على ما خلصت التقل بتاعه بقى عامل ازاي، تقل اكتر من الاول. هنزل بقى كده واحده واحده على الوش واحاول اوزع البشاميل. طبقه البشاميل لما تكون كتير على الوش بتبقى حلوه. في ناس بيفقشوا بيضه ويقلبوها ويعملوها على وش البشاميل، انا ما بحبش كده خالص. لو انت عندك جبنه بقى زي ما قلت لك حط برضو على الوش من فوق كده، حتى لو انت مقلبه في البشاميل نفسه. ما عندكيش زي كده ماشي مش مشكله، ممكن تحط معلقه سمنه صغيره، اما ممكن تسيبها وهي تحمر تحت الشوايه براحتها كده. انا هسيبها الحقيقه تحمر واحده واحده على مهلها كده تحت الشوايه. كل حاجه مستويه فيها، يعني ممكن قبل الفطار بنص ساعه كده ولا حاجه تحمروا وشها بس تحت الشوايه. انا الحقيقه ما بولعش عليها من تحت كتير، يعني انا بولع عليها من تحت ومن فوق لحد، يعني بحط الشبكه تحت على اول رف من عند الصاج من تحت لحد ما هي وشها يحمر، خلاص بطفي عليها لان هي كده كده كل حاجه مستويه. وزع البشاميل كده واحده واحده. عندك جبنه رومي ورش بقى على وشها من دلوقتي جبنه موتزاريلا وعلى الفرن على طول. انا بستغرب من الناس اللي بيقولوا بتحط نص ساعه بتحط ساعه مش عارفه ايه، مجرد بس ما وشها بيحمر انتوا مسويين كل حاجه زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. احطها بقى في الفرن وارجع لكم ما تطلع. دي شكل المكرونه بعد ما طلعت من الفرن. اغطي عليها بقى عشان تهدى شويه. احنا بنحب ناكلها سخنه عشان ما تبقاش ماسكه في بعضها، يعني احنا بنحبها تكون سايبه في بعضها كده. اللي حته اقطع لكم منها حته بعد ما تجمد شويه، ان انا اوريكم الخرطه يعني هي ماسكه نفسها ماشي. كان باهن ما لحقتش بالهنا والشفا عليها بقى علينا. احنا بنحبها يعني. النغم بنتي بتنقي الحتت اللي هي المتحمره دي تاكلها، سمير ابني بينقي الحتت البيضه، يعني انا ما بحمرش الوش قوي علشان احنا في جزء بيحب كده وفي جزء بيحب كده. طبعا لو انتوا حاطين جبن برضو بقى هيساعد على تحمير الوش كله مره واحده برضو. ما تنسوش لو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وبالهنا والشفا.
وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وبالهنا والشفا.